السلام عليكم. تصريح خطير من رمضان صبحي يفاجئ به النادي الأهلي ورامي ربيعة بعد فوز الأهلي بكأس مصر، ويعلن عن مفاجأة كبرى. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي بكأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي نال منها رمضان صبحي عديد الهتافات من جماهير النادي الأهلي، فقد صرح رمضان صبحي وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: أنا في كابوس حقيقي بعد الهزيمة من النادي الأهلي، وكنت أحلم أنني أتوج مع بيراميدز بأول بطولة لي أنا وزملائي، فأنا انتقلت لبيراميدز من أجل الطموح وليس للفلوس كما يدعي البعض. وأكثر شيء أحزنني أن جماهير النادي الأهلي كانت تسبني وتهاجمني في كل لحظة من المباراة، فأنا أحد أبناء النادي الأهلي غصبا عن أي حد، وفي يوم ما سوف أرجع إلى النادي الأهلي مع تغيير مجالس الإدارات. أنا خسرت الكثير عندما انتقلت إلى بيراميدز، فالأهلي فاز بكل شيء وذهب لكأس العالم 3 مرات، فأنا كان حلم حياتي في النادي الأهلي أن أتوج بدوري أبطال إفريقيا وأذهب إلى كأس العالم للأندية، وهذا الحلم لم يتحقق لي في وجودي في النادي الأهلي. وعندما تركت النادي الأهلي فاز بكل شيء، وهذه حسرة كبيرة لي. وسأله الصحفي: جماهير الأهلي تتهمك بأنك تعمدت إصابة رامي ربيعة، فرد وقال: هذا تدخل عادي، ودائما الإصابات بتكون قضاء وقدر، وأنا لم أفعل له شيء. وسأله الصحفي: هل ذهبت واعتذرت لرامي ربيعة؟ فرد وقال: أنا لم أعتذر لأنني لم أفعل له شيء، فهو الذي نط في الهواء ووقع على كتفه، أنا لم ألمسه أساسا، فلماذا أعتذر؟ وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل تؤيد عودة رمضان صبحي في يوم ما إلى النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.